ماتش الوداد الرياضي شباب السودان كيدخل في اطار الجوله الرابعه عشر من البطوله الوطنيه، وهاد المواجهه كتجي في واحد التوقيت اللي كل نقطه فيه كتكون مهمه بزاف. سواء الوداد اللي كيبحث باش يكون في المراتب الاولى، ولا شباب السودان اللي كيبغي يضمن مكانه في القسم الاول ويبين على قوه مستواه. الوداد غادي يدخل هذا الماتش بمعنويات مرتفعه، خصوصا وانه من ديما كيبغي يكون هو اللي كيسير الماتشات في الدوري. المدرب موكونا غادي يركز على خطه هجوميه، بحيث الوداد عنده لاعبين اللي كيعرفوا كيفاش يضغطوا على الخصم ويخلقوا الفرص، بحال اسماعيل المدرج اللي ديما كيكون عنده دور كبير في صناعه اللعب. عزيز ساخي اللي هو القلب نابض في الوسط كيعطي توازن كبير ما بين الدفاع والهجوم، لكن خاص الوداد يرد البال بزاف من ناحيه الدفاع، حيث الهجمات المرتده ديال شباب السودان ممكن تكون خطيره، خصوصا اذا كان هناك تراخي ولا سوء تفاهم بين المدافعين. الكرات الثابته غادي تكون عنصر مؤثر، حيث بزاف ديال الماتشات كتحسم بهذه الطريقه. شباب السودان ماشي فريق سهل، بالعكس كيعرف كيفاش يسد المساحه قدام الخصم ويستغل الاخطاء. المدرب ديال السودان غالبا غادي يركز على خطه دفاعيه محكمه مع اللعب على الهجمات المرتده. عندهم لاعبين اللي كيعرفوا كيفاش يخلخلوا الدفاعات الخصوم، خصوصا في الكرات الطويله. السودان معارفين بلي الوداد غادي يضغط عليهم، وبالتالي غادي يحاول يبقاو منظمين وما يخليوش فراغات في الدفاع. النقطه اللي غادي تكون حاسمه بالنسبه لهم هي التركيز، خصوصا في الشوط الثاني اللي كيكون فيه التعب والضغط مرتفع. هذا الماتش غادي يكون فيه بزاف ديال الشوي، ويتسنى الفرصه باش يسجل من هجمه مرتده ولا ضربه ثابته. الوداد غادي يحاول يسيطر من البدايه ويضغط باش يسجل هدف مبكر يخفف عليه الضغط. من ناحيه الجمهور، الدعم ديال جماهير الوداد غادي يكون عنصر مهم. شباب السودان بالمقابل غادي يتابع بقوه، حيت ديما كيعطي دفع كبير للاعبين، ولكن خاصهم ما يستهانوش بالخصم، حيت كره القدم فيها مفاجات، وشباب السودان الفريق كيعرف كيفاش يتعامل مع الماتش. غادي يكون فرصه للوداد باش يبين على قوته كمرشح قوي للقب، وشباب السودان باش يثبت بلي هو فريق عنده مكانه في الدرجه الاولى. النتيجه غادي تعتمد على تفاصيل صغيره بحال الاخطاء الدفاعيه ولا الفعاليه في اللمسه الاخيره.